ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الرز حبة بحبة. شايفين المنظر؟ بالامانة كده خطير. طبعا كلكم شاطرين في عمل الرز، بس انا في بعض المتابعين طلبوا مني ان انا اعمله في فيديو لوحده، لانه ساعات بيعملوه بيطلع مش مظبوط معاهم. فالنهاردة هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم على كل التكات والتفاصيل اللي هتخلي الرز يطلع معاكي بالمنظر العظمة ده، وكمان مفلفل وطالع كده حبة بحبة وطعمه وريحته تحفة. يلا بينا كده نشوف هنعمل العظمة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. معايا 3 كوبايات من الرز، طبعا غسلناهم كويس وصفيناهم كويس خالص. كل ما كنت مصفية الرز قبل ما تشتغلي فيه من المية كويس، مش هياخد معاكي وقت في التقليب. حلة على النار هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، وكمان هزود عليها معلقتين كبار كده من الزيت. انا بحب احط زيت على السمنة لانه بيفرق جدا في الطعم وفي الشكل، بيخلي الرز كده ليه لمعة، وكمان بيبقى مطعم وطعمه حلو جدا. بعد كده هنزل بحوالي كوباية من ال3 كوبايات. تمام، حابة تعملي كوباية براحتك، حابة تعملي نص الكمية براحتك اللي انت حباه. انا حطيت هنا حوالي كوباية، يعني تلت الكمية. وهنبتدي بقى نقلبها كده على النار، وهنفضل نقلب فيها لغاية ما تاخد لون التحمير، اللي هو كأنك بتحمر الشعرية. يعني انا عايزة لونها يوصل للون الذهبي، كأنك بالظبط عملتي شعرية كده وحمرتيها. بس بالأمانة الرز ده بيفرق في الطعم جدا عن الرز اللي بالشعرية، بيبقى ليه نكهة كده مختلفة وطعمه مختلف. هنفضل نحمر كده في الرز. شايفين اللون ده؟ لا كده لسه. لو انت عملتي كده هتيجي بعد ما هتكمل عليه المية ويستوي هتحس ان اللون مش مختلف. اللون ده كده تمام. شايفين فرق اللون وفرق الدرجة بتاعت اللون؟ ده ابيض وده اصفر، كده هو تمام. هننزل بعد كده عليه بباقي كمية الرز كلها بالشكل ده. شايفين لما الرز متصفي من قبلها بشوية كده حوالي 5 دقايق، فبيبقى سهل معاكي في التقليب وبيتفلفل معاكي بسرعة. لكن لو انت صفتيه من المية وحطيتيه على طول في الحلة، اول ما هتنزلي بيه هتلاقيه لكلك كده معاكي، وهياخد وقت في التقليب، لكن طبعا مع التقليب والتحمير هتلاقيه فك عادي جدا. لكن انت صفيه الاول عشان ما ياخدش معاكي وقت. شايفين هنا بقى شكل الرز حبة وحبة، شكله خطير، وكمان ريحته بتبقى حلوة جدا جدا. هنقلبه كده على النار حوالي 5 دقايق. بعد كده انا هحط الملح. انا حطيت ملح حوالي كده معلقة صغيرة ونص من الملح، طبعا على حسب كمية الرز اللي عندك، وعلى حسب كمان الشوربة او المية. طبعا انا هكمله بشوربة، والشوربة فيها ملح ومطعمة فلفل اسود وحبهان ورق لورا. لكن لو هتحطي مية هتزودي كمان معاه مكعب مرقة ورشة فلفل اسود. فانت براحتك، حابة تعمليها بالمية تمام، عندك شوربة تمام. بعد كده الشوربة لازم تكون ساخنة، ولازم تكون مسخناها، ما تحطهاش برد عشان ما يعجنش معاكي سواء مية او رز. هبدأ أضيف كده الشوربة بتاعتي. دي شوربة لحمة، أنا سالجة جنبه لحمة، وأنا سلقت معاكم اللحمة قبل كده. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف للي حابب يشوف. أنا هنا مش بعاير، أنت لو حابة تعايري عشان يطلع معاكي مظبوط، كل كوباية رز ليها كوباية مية أو شوربة. أنا هنا حطيت بالبركة زي ما انتوا شايفين. أنا بفضل أزود شوربة كده لغاية يعني أغطي الرز تماما كده بالمية أو الشوربة، وكمان لفوق حوالي كده سنتي. بعد كده هنهد عليه النار ونغطيه ونسيبها كده حوالي 10 دقايق. وبعد كده هنبتدي نشوفه. حسينا ان هو لسه ني ومحتاج مية هنزود. حسينا ان هو استوى كده وتمام ومش محتاج اي مية تاني، خلاص على كده هنطفي عليه النار وهنغطيه بس 5 دقايق. وبعد كده هتبدأ تغرفيه وتقدميه. شايفين المنظر ده؟ غير الريحة، ريحته بتبقى خطيرة. بيبقى بالأمانة كده في الطعم مختلف جدا عن الرز بالشعرية وعن أي نوع رز تاني ممكن تعملوه. بيبقى ليه كده نكهة مختلفة وطعمه مميز. هتبدأ بقى تقدميه براحتك وبالطريقة اللي تعجبك. تغرفي على طول في الأطباق تمام، تغرفي في بولات الأول وبعد كده تقلبيها في الأطباق برضو براحتك. يعني بقى زين وقدمي بالطريقة اللي تعجبك. المهم الطعم بيبقى خطير. أنا كده مليت البولة بالشكل ده، وبعد كده هنقلبها في الطبق وهنشوف الرز معانا هيطلع شكله خطير. ده بالنسبة للرز الحبة بحب. انا عملت معاكم قبل كده برضو الرز بالشعرية، وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف اللي حابب يشوفه. للناس المبتدئة، انا النهاردة عاملة الرز ده للمبتدئين اللي هم كده بيبقى لسه داخلين المطبخ ومش عارفين يتعاملوا مع اي اكلة، وبيبقى عايزين مقاديرها مظبوطة. فالوصفة دي بطريقتها وبمقاديرها اعملوها بنفس الطريقة. بالامانة كده هيطلع معاكم مظبوط. شايفين بقى المنظر؟
وشايفين الحلاوة مش معجن، طلع حبة بحبة مفلفل خالص، وكمان مستوي وطعمه وريحته تحفة. مفيش أحلى من كده. ممكن يتاكل لوحده حاف، ممكن تعملوه جنب أي أكلة. ممكن كده لو ما عندكيش أكلة هتعملي حبة رز بالشكل ده جنبهم حبة سلطة، وهتأدي الأكلة بتاعتك وهيبقى طعمه خطير. ودي كمان الحلة بتاعتنا، شايفين ولا حباية لزجت، يعني بيطلع مظبوط ومستوي ومش محتاج يعني أي حاجة تاني ممكن تعمليها. وشايفين الفلفلة بتاعته، يعني كده حاجة خطيرة. اعملوه بنفس الطريقة وإن شاء الله هيظبط معاكم. المهم المية بتكون قد الرز، سواء بقى كوباية 2 3 هتحطي زيهم مية، وهتعملوه بنفس الطريقة. أنا كنت عاملاه جنب الأكلة دي صينية فراخ بالبصل. بالأمانة كانت أكلة فظيعة، كانت حلوة جدا جدا. الرز ده بالذات بيبقى حلو مع الأكلات اللي هي في الفرن، اللي هي طواجن أو صواني، بيفرق جدا في طعمها، بيبقى طعمها حلو جدا ومختلف. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. أشوفكم على خير. باي.